باحب يعني بُصّوا يا جماعة مش لازم إن أنا أوفّر علشان أنا مش لاقية، طب ما أنا ممكن أبقى حالتي كويسة ومبسوطة وفي نفس الوقت أوفّر، التوفير ده أنتِ اللي بتوفّريه مش بتدّيه لحد برّه بيتِك، اللي بتوفّريه لنفسِك ولبيتِك ولعيالِك، وتحسّي كده إن الدنيا يعني ماشية ما شاء الله كلّه مكفّي بعضه والحمد لله، وتعرف كمان تدبّر وتوفّر من المصروف بتاعها، دي الناس اللي عاوزة توفّر، الناس بقى اللي عاوزة تبهدل الدنيا تتفضّل براحتها، كل واحد يمشي زي ما هو حاله، تاني هييجي علينا يوم من الأيام نندم على اللي راح، وصدقوني أقسم بالله أنا أعرف ناس عاشت في بداية حياتها هاقول لكم ما حرمتش نفسها من أي حاجة، حتى اللي هي محتاجاه واللي مش محتاجاه، أنا باقسم لكم بالله اللي هي محتاجاه واللي مش محتاجاه، واللي مش محتاجاه قبل اللي هي محتاجاه لبيتها، بقت تجيبه. حاليًا في الوقت اللي إحنا فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا بكم حبايب قلبي في قناتي، قناة حياة توفير مع اسمة محمد. إن شاء الله هنعمل لكم النهارده منيو أكلات شهر كامل 30 يوم ب30 أكلة. ال30 يوم ب30 أكلة طبعًا علشان الناس اللي بتبقى محتارة ومش عارفة تعمل إيه، ولو عاوزين إن أنا أتكلم على نفس الأكلات دي بس بطرق اقتصادية، أنا برضه هاحاول إن أنا أجمّعها لكم كده بالطرق الاقتصادية اللي أنا باحب يعني أشتغل بيها دايمًا. يعني أنا عاملة 30 أكلة ل30 يوم، يعني كده شهر كامل يعتبر ما فيش أكلة يعني متكررة، عاملين أكلات كلّها أكلات يعني مختلفة عن بعضها. فإن شاء الله قبل ما نبدأ الفيديو كده أحب أرحّب بأخواتي وحبايبي اللي في القناة، كل الناس اللي معانا في القناة، الناس اللي معانا من قبل كده والناس الجديدة. بجد شكرًا لكم كلكم حبايبي، الناس اللي بتدخل تعلّق لنا ولو تعليق كويس، حتى ولو تعليق صغير، وأكتر تعليق بيفرّحني لمّا بتدخلوا تصلّوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أكتر حاجة بتبسطني جدًا والله، وكمان يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب، تشهد لكم يوم القيامة. فزي ما قُلت لكم يعني قبل كده ما نبدأ، برضه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة يا حبايبي، أنا قناتي محتواها يعني باقدّم دايمًا كل حاجة في القناة اقتصادية، يعني سواء أكلات أو أفكار أو أي حاجة، وعملنا فيديوهات كتير كلّها اقتصادية وكلّها يعني مبنية على التوفير، كل هدفنا في القناة يا حبايبي إن إحنا نوفّر وإن إحنا نحوّش كمان، يعني إحنا بقى لنا فترة كده يعني بقينا بننزّل فيديوهات إن إحنا إزاي نحوّش وإزاي نوفّر وإزاي توفّري من أساسياتِك وأساسيات البيت، كل الحاجات دي عندنا في القناة، ادخلوا القناة خدوا جولة فيها هتعجبكم جدًا، هتستفادوا منها جدًا يا حبايبي، فعلشان كده قُلت بقى يعني نغيّر شوية ونعمل منيو أكلات ل30 يوم، يعني شهر كامل للناس اللي بتحتار. هنقول لكم بقى كده هنسمّي الله ونصلّي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونشوف بقى كده إيه الأكلات بتاعتنا. يعني أنا كده عاملاها يعني 30 أكلة 30 وجبة غدا، بالمناسبة يعني ده كلّه يعتبر غدا. آآ النهارده هاعمله لكم كده الفكرة دي يعني أفكار إن إحنا إزاي نعمل الأكلات دي، وكمان هاعملها لكم بطريقة برضه اقتصادية جدًا عن ما هاعملها النهارده كمان، أو النهارده هاقول لكم برضه إزاي إن أنتِ تعملي الأكلات دي بطريقة اقتصادية، ومرّة تانية إن شاء الله هاعمل لكم بيها يعني إيه، ميزانية وفيها نفس الأكلات دي إن شاء الله، أو يعني هنخلّي الأكلات مختلفة شوية بس قريبة، طبعًا الأكلات بتاع النهارده فيها لحوم كتير وفيها سمك وفيها كل حاجة. بعد كده هاعملها لكم في فيديو تكون بميزانية محددة، هاحدد لكم ميزانية كده، برضه هندخّل فيها أكلات لحوم وسمك، يعني أكلات متنوعة. يالّا بقى كده نسمّي الله ونصلّي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونشوف بقى كده هنبدأ إزاي. شوفوا بقى يا حبايبي، أنا كل الأكلات دي أنا عاملاها بأرقام، يعني أنا مرقّمة كل وجبة، وجبة غدا برقم لحد 30 وجبة، يعني أنا عاملة 30 وجبة، بس هنبدأ الأول نشوف. والأكلات دي بقى يعني إيه، أنتِ ممكن تغيّري شوية على حسب برضه تفكيرِك وإمكانيتِك في البيت، أنا هاقول لِك إيه اللي المفروض بالنسبة لي أنا أعمله، وإيه اللي أنتِ تحبيه اعمليه. زي ما إحنا شايفين حبايبي أول أكلة أنا قُلت خلّيها سمك، السمك طبعًا هتعمليه مقلي، هتعمليه مشوي، هتعمليه في صينية، تعمليه بالخضار، دي حاجة برضه تخُصِّك أنتِ، على حسب الأسرة بتاعتِك ما بتاكل إيه. آآ طبعًا السمك الكل بيحبه طبعًا وإحنا عارفين الكلام ده، والسمك يعني أكلة مغذية وكويسة جدًا. طبعًا عملنا أول يوم سمك، هنعمل بقى تاني يوم إيه، عدس أصفر. إحنا طبعًا في الشتا العدس بيبقى يعني محبوب ومرغوب جدًا، علشان كده هنقول العدس هتعمليه شوربة هيبقى جميل جدًا، هتعمليه بشعرية هيبقى برضه جميل، هتعمليه برضه برُز، اللي أنتِ عاوزاه. العدس في الشتا هو بصراحة محبوب، فعلشان كده يعني إحنا ممكن نعمله أكتر من مرّة، فأنا يعني محاولة إن أنا أغيّر لكم في الأكلات بتاع الشهر، ال30 يوم باحاول إن أنا أغيّر لكم فيهم، يعني يعتبر إن أنا
ما كررتش أكلة زي التانية، وهتشوفوا معايا لحد ما نخلّص الفيديو ونخلّص كل الأكلات اللي معانا. ده تاني يوم مثلًا قُلنا عدس، تالت يوم يا حبايبي هنخلّيه صينية بطاطس وصينية رز معمّر. صينية البطاطس تعمليها بقى إزاي من غير فراخ ومن غير لحمة ومن غير أي حاجة، وهتطلع معاكِ أجمل صينية بطاطس هتعمليها. أنتِ طبعًا بتجيبي البطاطس تقشّريها وتكوني غاسلاها وتقطّعيها يعني مثلًا إيه، طرنشات دواير يعني، وتجيبي مثلًا بصل برضه تقطّعيه عليها نفس الشكل، كُلّه دواير أو طرنشات زي ما بتقولي، وبرضه تجيبي فلفل أخضر، تجيبي مثلًا فصّين توم، كل الحاجات دي بتكون أنتِ البطاطس متصفية خالص من المَيّة، بتحطيهم عليها وقطعة سمنة أو شوية زيت، وتشوّحي البطاطس بالحاجات دي كلّها، أهم حاجة معلقة فلفل أسود، لمّا بتشوّحي البطاطس بالبصل، بالفلفل، بإيه كمان، بالتوم اللي إحنا قُلنا عليه، كل الحاجات دي ببعضها كده على النار لحد ما بتحسّي إن هي يعني بدأت تنزّل مَيّة كده خفيفة، وبعد كده بتلاقيها بدأت إن هي كإنها بتتشوّح وبتتقلى معاكِ، طبعًا شوية الزيت صغيّرين أو قطعة السمنة. بعد كده بيكون عندِك عاملة طماطم في الخلاط، البطاطس اللي بتحطيها في الزيت بدأت إن هي تنشف خالص من السوايل، بتنزلي عليها بالطماطم، أجمل صينية بطاطس هتعمليها بصراحة، حتى لو ما عندكيش شوربة، ما فيش مشكلة والله هتطلع معاكِ أحلى صينية بطاطس. هتعمليها كده وبعدين هتسيبيها لحد ما تلاقيها بدأت إن هي تنشف، تكوني حاطة لها برضه يعني ربع معلقة سكر، وحطي بقى التوابل اللي أنتِ عاوزاها، أنا بصراحة يعني باستكفى بالفلفل الأسود بيدّيها طعم جميل جدًا. ما بابقاش عايزة أكتر من كده، وإن شاء الله أنا عاملاها في القناة قبل كده، هاعملها لكم قريب بإذن الله، الأكلة دي جميلة جدًا في الشتا. المهم بعد كده بتنشف البطاطس، بتزوّديها بقى شوية مَيّة، وفي الآخر خالص مكعب ماجي والّا حاجة، وصينية رز معمّر بقى، ما فيش بعد كده والله الأكلات الجميلة دي. صينية رز معمّر أنا عاملاها برضه في القناة أكتر من مرّة، هتعملي إيه بقى، تجيبي الرز تغسليه وتصفّيه كويس، وبعد كده بتجيبي قطعة سمنة كده، زبدة كويسة، ويا سلام لو عندِك قشطة كمان، بجد والله حاجة جميلة جدًا. وبتكون طبعًا غالية اللبن، ويا ريت يكون اللبن بقري بيطلّع الرز معاكِ مفلفل كده وجميل، وبعدين تدخّليها على الفرن، بتعلّي الفرن من تحت وتهدّيه من فوق علشان يعمل وِش ما يتحرقش منِّك والرز يبدأ إن هو يتشرّب، بعد ما الرز يتشرّب بتبدئي إن أنتِ تهدّي له وتابعي بقى الوِش بتاع الرز علشان يطلع معاكِ شكله جميل كده وما يتحرقش. دي إيه، تالت أكلة. معانا بقى بعد السمك وبعد العدس وبعد صينية بطاطس ورز معمّر، معانا إيه، فرخة. الفرخة دي لو أنتِ بقى عاوزة تعمليها كلّها براحتك، لكن أنا بصراحة أنا مش باحب أعمل فرخة كلّها علشان هو يوم وعدّى وخلاص، الفرخة أنا باحب إن أنا يعني أعملها على مرّتين، أقل حاجة مرّتين، الفرخة لمّا تكوني جايباها مثلًا 2 كيلو ونُص والّا حاجة وتعمليها على مرّتين جميلة جدًا، والله أحلى حاجة لمّا تعمليها كده ويكون حجم الفرخة يعني من 2 وربع ل2 ونُص أنتِ ومقدرتِك برضه، وبعد كده طبعًا أنا باخد الصدر ممكن أعمله على مرّة، وممكن أعمله على مرّتين. أنا كده باتكلّم في فرخة، لكن زي ما باقول لِك لو عليّا أنا هاخد الصدر، لمّا بتكون فرخة 2 كيلو ونُص مثلًا، باخد الصدر باعمله على وجبتين، يعني أغدّي البيت بيه يومين 2 إزاي هاقول لِك، هتاخدي ربع هتعملي إيه، هتعمليه مثلًا حواوشي، اعتبري كده، اعملي ربع فرخة حواوشي، كنت عاملة الغدا ده قبل كده بصدر فرخة أو بربع فرخة، كنت عاملة بيه صينية كفتة كبيرة أكّلت 6 أفراد وأنا باقول الكلام ده ومش باضحك عليكم، يعني أنتِ جرّبي بس، في طرق كتير بنضاعف بيها الكمية، بتبقى معاكِ ترمي معاكِ يعني كمية كبيرة. بربع فرخة هاعمل صينية كفتة، هاعمل حواوشي الأول، عملنا حواوشي بصدر فرخة أو بربع فرخة، بعد ما عملنا الحواوشي بربع فرخة، هاعمل بقى بالربع التاني هاعمل إيه، هاعمل بيه كفتة، برضه باضاعف الكمية وبترمي معايا، بتبقى يعني تأكّل ما شاء الله عدد قولي يا ستي 5 أفراد. يبقى إحنا كده أكّلنا بصدر الفرخة الربعين ل2 يومين 2، النُص بقى اللي هو بتاع الفرخة اللي هو الوراك عليه الرقبة والعضم اللي طالع من الإيه، من الصدور، من الصدر بتاع الفرخة، ده هناخده ونخلّيه بقى إيه، يوم برضه. ممكن بقى تعملي عليه محشي، بجد ما فيش بعد كده بقى. أنا كده قُلنا 4 أكلات، بس بالنسبة 4 أيام ده 4 وجبات، لكن أنا بالنسبة للي أنا عملته ده بقى كده يعتبر 7 وجبات أو 6 وجبات. الفرخة خلّيناها 3 أيام وإحنا عاملين 3 أيام يبقى 6 أيام أو 6 وجبات غدا.
بس أنا هامشّيكِ بقى زي ما أنتِ تحبّي براحتِك، هي الفرخة هي قُلنا رابع يوم فرخة، تعمليها زي ما قُلت لِك، تعمليها بطريقتِك برضه براحتِك، أنا بادّيكِ الفكرة وبعدين أنتِ اتصرّفي زي ما تحبّي. عملنا الفرخة خلاص بعد الفرخة اللي هو اليوم الخامس هنعمل إيه، كرنبيط بقى، الكرنبيط ده بيتعمل برضه بكذا طريقة، أنا عاملاه في القناة وإزاي كمان ما يشربش زيت، حاجة بسيطة خالص باحطها على الخلطة بتاعته ما بيشربش منِّك زيت. لو حابين تعرفوا علشان ما أطوّلش في النقطة دي، ادخلوا الفيديو كامل في القناة، كنت عاملة الكرنبيط بطريقة جميلة جدًا وكان طعمه بجد والله قمة الروعة، كنت عاملة الكرنبيط وما بيشربش زيت، دي أجمل حاجة فيه إنه ما بيشربش زيت، عشان ما نخلّصش الزيت عليه، ادخلي شوفي الفيديو هتستفادي جدًا. كده خلاص خامس يوم كرنبيط، هنقول سادس يوم هنخلّيه فطير، نعمل بقى كده إيه، فطير مشلتت كده جميل يعني مثلًا تجيبي على حسب برضه الكمية اللي أنتِ حابة تعمليها أو على حسب أفراد الأسرة اللي أنتِ يعني مثلًا هتعملي كيلو دقيق، تعملي أكتر، اللي أنتِ عاوزاه. هتعملي الفطير برضه عندي في القناة أنا عاملاه أكتر من مرّة، عاملاه بطرق يعني بسيطة خالص ومش متعبة، وبجد يعني ما فيش أسهل من كده. يبقى كده سادس يوم عملنا فطير مشلتت. سابع يوم بقى عملنا كفتة رز، كفتة رز طبعًا أنا مش كل ما هاحتاج كفتة هاروح أعملها وهاجيب كل مرّة نُص كيلو لحمة أو كيلو لحمة لأ طبعًا، أنا برضه عاملاها في القناة بطريقة اقتصادية وبديل اللحمة، ادخلوا شوفوها والله حاجة جميلة جدًا، دي فعلًا بتوفّر عليّا كتير، لإن أنا عملتها ببديل اللحمة، وفّرت عليّا وكمان ضاعفت الكمية، وادخلوا شوفوا، فيه ناس آآ يعني شكرتنا على الكفتة دي، وفي ناس كده مش عاجبها أي حاجة، دي الناس اللي هي مثلًا مش زينا يا جماعة، دي ناس بتحب تتنمر على بعضها وخلاص، إحنا ما لناش دعوة بالناس دي، إحنا ناس عاوزين نمشّي العيشة ونكفّي بيتنا ونبقى عايشين دايمًا مستورين، أنا ما ليش دعوة بحد، أنا ليّا دعوة بنفسي وبس، يعني أنا ما ليش دعوة إلا بنفسي وبس، ما ليش دعوة بحد. اللي عاجبه على كده أهلًا وسهلًا، واللي مش عاجبه يروح يعمل اللي هو حابه، لكن أنا بالنسبة لي دي أحلى طريقة للكفتة، وكمان والله طعمها جميل جدًا، باحط عليها حاجات بتخلّيها كأنها لحمة صافي، مع إن هي ما يعني ببديل اللحمة، ادخلوا شوفوا الفيديو هتستفادوا جدًا يا حبايب قلبي، الفيديو بتاع الكفتة مفيد جدًا للناس اللي عايزة تبقى يعني توفّر في مشيها وتوفّر في عيشتها، وتحسّي كده إن الدنيا يعني ماشية ما شاء الله، كلّه مكفّي بعضه والحمد لله، وتعرف كمان تدبّر وتوفّر من المصروف بتاعها، دي الناس اللي عاوزة توفّر، الناس بقى اللي عاوزة تبهدل الدنيا تتفضّل براحتها، كل واحد يمشي زي ما هو حاله. عملنا الأكلات دي فطير، عملنا الكفتة زي ما قُلت لكم، عملنا بعد كده بقى بعد الكفتة عملنا محشي، محشي كرنب، محشي بتنجان، محشي كوسة، اللي أنتِ حاباه، اللي بتاكليه وأفراد الأسرة عندِك بتاكله، اعمليه. طبعًا المحشي ده بقى ممكن ناخد عليه نُص الفرخة اللي إحنا قُلنا عليه هنا، وما نجيبش فراخ تاني، يبقى كده إحنا ما شاء الله الفرخة استفدنا منها مع المحشي، وعملنا كفتة وعملنا حواوشي. كل الحاجات دي والله أنا باحاول إن أنا أوصّل لكم المعلومة أو الفكرة زي ما أنا أحب إن أنا أمشي في بيتي، أنا باحب يعني بُصّوا يا جماعة مش لازم إن أنا أوفّر علشان أنا مش لاقية، طب ما أنا ممكن أبقى حالتي كويسة ومبسوطة وفي نفس الوقت أوفّر، التوفير ده أنتِ اللي بتوفّريه مش بتدّيه لحد برّه بيتِك، اللي بتوفّريه لنفسِك ولبيتِك ولعيالِك، يعني أنتِ لمّا تبقي ماشية ده على فكرة كمان مش بُخل، ده يعني لمّا نقتصد في مشينا أحسن ما نبعتر ونبهدل الدنيا ونرجع تاني هييجي علينا يوم من الأيام نندم على اللي راح، وصدقوني أقسم بالله أنا أعرف ناس عاشت في بداية حياتها هاقول لكم ما حرمتش نفسها من أي حاجة، حتى اللي هي محتاجاه واللي مش محتاجاه، أنا باقسم لكم بالله اللي هي محتاجاه واللي مش محتاجاه، واللي مش محتاجاه قبل اللي هي محتاجاه لبيتها، بقت تجيبه. حاليًا في الوقت اللي إحنا فيه والله أنا مش عايزة أحلف كمان، بس والله يا حبايبي دي حاجة يعني قصص كلّها وبنعيشها وناس حوالينا وعارفينها وبنشوف، يعني أنتِ لمّا بتعملي حساب لليوم الأبيض إن شاء الله يعني بصراحة بتبقى ضيقة وبهدلة وحوجة، والحوجة مُرّة يا حبايبي، بلاش تتحوجي لحد، ما عادش حد بيقف جنب حد دلوقتي، الدنيا خلاص ما شاء الله بقت غلا والناس كلّها بقت ماشية يعني ربنا يسترها مع الجميع، فإيه، أنتِ كفّي نفسِك واستري بيتِك بدماغِك كده وخلّيكِ سِت ناصحة وواعية لبيتِك مش بكتر الأكل ولا بكتر الصرف، لا إحنا مش حابين كده خالص، إحنا عاوزين نلِم الدنيا علشان تمشي وتكفّي، عندِك ولاد ربنا يعينِك عليهم أنتِ وأبوهم، طبعًا دول لسه العمر جاي قدّامهم،
فطبعًا أنتم ما تأثّروش عليهم، أنتِ مش هتعيشي حياتِك وبعد كده تضيّعي ولادِك، ما تعمليش كده، فوقي لنفسِك قبل فوات الأوان، مش الأكل والشرب يعني هيشكر في الآخر أو البطن بتشكر ما بتشكرش يا حبايبي، كُلّه محصّل بعضه، فالجدع والناصح اللي يوعى لعيشته وهو لسه في بداية حياته، مش ييجي بعد الدنيا خلاص ما راحت ويرجع يقول يا ريت اللي جرى مكان، الندم لا يفيد بعد فوات الأوان يا حبايبي، مش عايزين نندم، عاوزين نفوق لحياتنا. أنا اتكلمت كتير في النقطة دي، ماشي، يعني نُص الفرخة اللي إحنا قُلنا عليه اللي هو الوراك والعضم هناخده مع المحشي هنا، يبقى إحنا كده كفّينا، والله أنا باحب أدّيكم الفكرة علشان بجد يعني مش حابة إن أنا يعني أقول لكم مثلًا منيو أكلات ومش عارف إيه، طيب 30 يوم واسيبكم وخلاص، أنا والله باحب أوصّل لكم الفكرة اللي إزاي تخلّيكِ يعني تبقي ماشية كده ملكة زمانِك فعلًا، ما فيش حاجة تكسرِك، ما فيش حاجة تهزِّك، ما تتحوجيش لحد يا حبايبي، ما تتحوجوش لحد. فكده خلاص موضوع المحشي هناخد نُص الفرخة اللي هنا، نبقى إيه مثلًا خدنا الصدور عملناها على يومين و أو عملناها على يوم، وفضل النُص اللي هو الوراك عملناها مع المحشي، كده إيه خلاص. نيجي بقى هنا تاني عملنا تاسع يوم بطاطس صوابع بتوم، طبعًا بتتعمل جميلة جدًا عاملاها في القناة كذا مرّة، باعملها إزاي بقى؟ أنا باعمل بطاطس صوابع بس بتكون البطاطس باقطّعها صوابع تخينة شوية مليانة، وبعدين باقطّع عليها طماطم، عايزة تضربي الطماطم في الخلاط ما فيش مشكلة. وبعدين بتحطّي مع الطماطم وأنتِ بتضربيها في الخلاط بتحطّي مثلًا 3 فصوص توم مثلًا أو 4 فصوص توم على الكيلو البطاطس، خلّيهم 5 فصوص توم علشان هي البطاطس أصلًا في الأكلة دي بتعتمد على التوم فاهمين؟ يعني أنتِ تعملي 5 فصوص توم على كيلو بطاطس على مثلًا إيه ربع كيلو طماطم على قرن شطة حامي أو تعملي يعني تحدّقيها بالدقة، الدقة طبعًا عاملاها في القناة أكتر من مرّة. وشوية زيت وكوباية مَيّة بس بتكون استوت وبتدخّليها على الفرن، ممكن بقى تعملي جنبها بتنجانية كده تشويها بابا غنوج أو تقليها أو ممكن تعملي برضه طبق فول، تجيبي بقى شوية جرجير، شوية مخلِّل، بصراحة أكلة جميلة جدًا. خلاص عملنا البطاطس، قولي بقى إيه، يوم بصارة، نعمل بصارة دي برضه في الأكلات الجميلة جدًا في الشتا، البصارة ديّة هتبقى اليوم العاشر. ماشي يا حبايبي، هنعمل بقى بعد كده اليوم ال11 هنعمل شاورما، برضه بربع فرخة، ممكن الربع الفرخة اللي كان هنا، يبقى إحنا كده ما شاء الله عملنا الفرخة إحنا قرّبنا كده على يعني خلاص خدنا 11 يوم، ممكن الفرخة تكفّيكِ في ال11 يوم، إحنا عاملين أكلات مختلفة ما شاء الله، أكلات كلّها تعتبر يعني ما تشبهش بعضها أصلًا، عملنا شاورما، عملنا الشاورما اللي هو اليوم ال11، اليوم ال12 هنعمل برضه صينية مسقعة. صينية مسقعة بقى بصراحة المسقعة ليها كذا طريقة، والطريقة اللي تحبيها اعمليها، لإن أنا عملتها في القناة أكتر من مرّة برضه لو حابين ادخلوا شوفوها عاملاها بطريقة جميلة جدًا، أنا مش باحب المسقعة إن إحنا نقعد نكلِّف عليها وكلام من ده، أجمل مسقعة القرداحي علشان أنتم عاملين حسابكم، بس هي ليها كذا طريقة، ده اليوم ال12. اليوم ال13 هنقول هنعمل بيض ومكرونة ومخلِّل، شوية سلطة، بطاطس مقلية، ومش لازم تكتّري بيض، ممكن كل واحد بيضة. كل فرد من الأسرة بتاعتِك بيضة واحدة، وهتكمّلي بقى الأكل زي ما قُلت لِك كده، بطاطس محمّرة، هتعملي طبق سلطة، شوية مخلِّل، والله أحلى أكلة، لمّا بتعملي جنبها كده كمان مش محتاجة البيض. هنعمل بعد كده صينية سمك، تجيبي برضه سمك، تعملي صينية سمك بالخضار، عاملاها برضه في القناة أكتر من مرّة، باعملها بطريقة جميلة جدًا، والله حاجة فعلًا جميلة والله يعني أنتم بنفسكم لو عملتوها بنفس الطريقة هتعجبكم جدًا مش هتبطّلوا تعملوها. صينية السمك عارفين باعملها بالخضار ليه يا حبايبي؟ علشان بازوّد الكمية، يعني أنا ما باحبش أجيب سمك كتير وأقول إيه خلاص هناكل سمك النهارده، لا بالعكس والله، أنتِ لمّا تعملي صينية السمك دي جيبي سمكتين هيكفّوا الأسرة بحالها حتى لو 6 أفراد. عاوزة تعرفي إزاي؟ أنا هاقول لِك إزاي. طبعًا بعد ما باجيب السمك وانضّفه واغسله كويس واصفّيه من مَيّته، باعصر عليه ليمون واسيبه شوية. وبعدين بقى باجهّز الإيه، الخضار بتاعه، الخضار اللي هو عبارة عن إيه يا حبايبي، باجيب بصل، باجيب طماطم، باجيب فلفل، باجيب بطاطس، كل الحاجات دي باقطّعها دواير رقيّقة أو رقيقة خالص، وبعد كده باكون مجهّزة الدقة بتاع السمك، باتبّلها بالدقة بتاع السمك، وباكون طبعًا بعد ما عصرت على السمك ليمون، بعد كده برضه باتبّله أو باحدّقه يعني بالدقة بتاعته، وبعدين باحُط الخضار كلّه في أرضية الصينية، وبعدين أرُص السمك بافتحه كده نُصّين وأحطه في الصينية، وبرضه يعني من الخضار ده باحاول الناعم الرقيق ده باحطه على وش السمك وشوية زيت وادخّله الفرن،
أحلى صينية سمك بالخضار هتعمليها فعلًا هتدمنيها أنتِ وولادِك، جرّبيها هتعجبِك جدًا. مش لازم يعني نجيب 2، 3 كيلو سمك ومش عارف إيه، لأ، هُم سمكتين باجيبهم وأوزنهم زي ما يكونوا، طلعوا كيلو، طلعوا أكتر، طلعوا أقل، هُم سمكتين وما شاء الله 5 أفراد، 6 أفراد بتأكّل. جرّبوه بس بنفس الطريقة هيعجبكم جدًا. بعد ما عملنا صينية السمك بالخضار، عملنا بعدها أكلة شعبية. إيه هي الأكلة الشعبية يا أسما؟ هاقول لكم أنا مش هابخل عليكم بحاجة خالص. الأكلة الشعبية بقى يا حبايبي، هتجيبي مثلًا سرديناية، هتجيبي رِنجة، بس إحنا الرِنجة هنعملها هنا في الأكلات اللي جاية. هتجيبي سردين مثلًا، هتعملي جنبه بطاطس محمّرة، هتعملي شوية طعمية، هتعملي برضه طبق فول، هتعملي بصل بالخل كده، هتعملي إيه تاني، هتجيبي شوية جرجير، هتجيبي بصل أخضر لو موجود، اللي أنتِ حاباه. كل الحاجات دي ممكن تعمليها بتبقى أحلى أكلة شعبية بصراحة. كده اليوم ال15 اللي هي الأكلة الشعبية. بعد كده بقى الأكلة 16 هنقول صينية فراخ بالبطاطس. شُفتوا بقى أنا منوّعة لكم الأكل إزاي وعاملة فواصل بين الأكلة دي والأكلة دي، يعني مش عاملة سمك على بعضه، فراخ على بعضه لأ، يعني إيه، يوم ويومين، يوم ويومين، عاملاها كده يعني إيه، نظام لو مشيتِ عليه بجد هتحسّي كده إن أنتِ ماشية على جدول مريّحِك خالص. يعني أنتِ لو جبتِ ورقة وقلم هتريّحي دماغِك خالص من التفكير. اكتبي ورايا الأكلات دي كده زي ما أنا قُلت لِك، بجد هتستفادي منها جدًا، هتكون عندِك كده مش هتحتاري. شوفوا بقى، قُلنا بعد أكلة شعبية هنعمل صينية فراخ بالبطاطس، برضه عاملاها في القناة أكتر من مرّة، ادخلوا شوفوها بجد عاملاها بطرق جميلة جدًا. فكده طبعًا صينية فراخ بالبطاطس دي إحنا كلّنا عارفينها، كل واحد وليه طريقة، بس برضه ادخلوا شوفوا يعني عاوزة رأيكم في اللي أنا باعملها في القناة، ادخلوا شوفوها هتعجبكم جدًا. عملنا بقى صينية فراخ بالبطاطس اليوم ال16، اليوم ال17 بقى هنعمل صينية بيتزا، بيتزاية كبيرة كده ما شاء الله، هتعجنيها وتخمّريها ومش هنحط عليها لحوم. إزاي؟ شوفوا معايا إزاي برضه وأنا عاملاها في القناة ادخلوا شوفوا، يعني أنا عاملة البيتزا بكذا طريقة في بيتزا بالخضار بس. هتعملي بقى البيتزاية يعني برضه هنعملها بطريقة اقتصادية جدًا. بُصّي بقى، أنا باعجنها بصراحة بشوية مَيّة دافيين، شوية مَيّة دافية ومعلقة خميرة مثلًا ومعلقة سُكّر ونُص معلقة ملح. عندِك بيض عايزة تحطّي براحتك، ما عندكيش أنا باعملها والله كده، باعجنها وبعد ما باعجنها باحط لها مثلًا نُص كوباية زيت والّا حاجة في العجينة في الآخر خالص، وبعد كده باسيبها تخمر. بعد ما بتخمر بعد ما بتخمر يا حبايبي باكون إيه، عاملة لها صلصة. الصلصة بتاعتها هي اللي بتخلّي طعمها جميل جدًا. الصلصة بتاعتي باعملها إزاي بقى، باجيب طماطم باقطّعها مع بصل، مع فصين 3 توم مثلًا، كل الحاجات دي باحطها في حلة كده، مع كوباية مَيّة أو نُص كوباية مَيّة علشان الطماطم بتنزّل مَيّتها والخضار، وبعد ما بيستووا كويس باضربهم في الخلاط. بعد كده باحط عليهم شوية زيت، شوية فلفل أسود، شوية ملح، ممكن شوية شطة، اللي أنت حاباه. باقلّب كل المكونات دي ببعضها، باكون فردت مثلًا البيتزاية في الصينية وعملتها بالشوكة، خرّمتها بالشوكة، وبعدين طبعًا باكون أنا بقى مجهّزة إيه، الخضار. الخضار إيه يا ترى، فلفل حامي، على فلفل بارد، على طماطم، في ناس بتحط بصل بس بصراحة ولادي مش بيحبوه، أنا باستكفى بكده وأحط بقى إيه، الجبنة الموجودة عندي، جبنة موتزاريلا، عندِك تشكيلة جبن، ما عندكيش أقسم لكم بالله إن أنا جبت مرّة حطيت عليها جبنة قريش والعيال ما عرفوهاش. عارفين إزاي؟ يعني كان عندي أنا كنت محتارة يومها والعيال كانوا عاوزين بيتزا، ما كانش في حد يخرج يجيب لي جبنة مثلًا، طَب أعمل إيه؟ جبت قطعة الجبنة القريش بشرتها في المبشرة وسيّحت قطعة زبدة وقلّبتها كلّها ببعضها وإيه، وحطيتها على وش البيتزاية. والله العظيم كانت بيتزاية جميلة جدًا. تصدقوا بقى؟ يعني بُصّي، أنتِ ممكن بتفنّني بدماغِك واللي أنتِ شايفاه صح بتعمليه، وفي الآخر سبحان الله الحاجة بتطلع جميلة. بعد ما عملنا البيتزا بالخضار من غير لحوم، هنعمل بعدها إيه اليوم ال18، يوم ال18 هنعمل صينية عِجّة بالبيض، برضه عندي في القناة ادخلوا شوفوها، عاملاها جميلة جدًا. بتجيبي مثلًا آآ يعني أقل من نُص كيلو طماطم بتضربيها في الخلاط، بتجيبي بصلتين كبار بتحمّريهم بس يعني يخلّوا لونهم أصفر،
في شوية زيت والّا حاجة، وبعد كده بتنزلي عليهم بالطماطم، تسبّكي الطماطم لمّا تنشف بتسيبيها تبرد، وبعد كده بتجيبي مثلًا 3 بيضات، 4 بيضات على قد إيه مقدرتِك اللي تقدري عليه هاتيه. بس بعد التسبيكة بتاعتي ما تبرد خالص، أنا عاوزاكِ تبرديها خالص عشان البيض ما يستواش فيها قبل ما تعمليها الصينية. بتبرديها وبعدين بتحطّي عليها البيض، تحطّي فلفل أسود، تحطّي شوية كمون، تحطّي ملح، وبعد كده بابدأ إن أنا إيه، جايبة خضار مخرّطاه أو مقطّعاه، باحط عليها يعني مثلًا ييجي حزمتين خضار أو حزمة كبيرة، باقطّعها يعني قطع صغيّرة خالص وأحطّها عليها وأقلّب كلّه في بعضه، وأحط عليها معلقتين دقيق والّا حاجة، ولو لقيتها ماسكة نفسها وتقيلة، لا باخفّها بشوية مَيّة، باحط لها شوية مَيّة، وبعد كده باجيب صينية أحط فيها شوية زيت، أسخّنها وبعدين أدلق فيها الخليط بتاعي، أجمل صينية مع شوية مخلل وكده أكلة زي الفل، والله أكلة غنية مش محتاجة، أكلة جميلة جدًا. كده اليوم ال18، اليوم ال19 بقى هنعمل كشري اللي هو الكشري المصري، بتجيبي العدس اللي هو البُني ده، وهتجيبي مكرونة وشعرية ورز والكلام ده كله، وتبدئي بقى تعملي الكشري بالصلصة بالدقة بتاعته اللي أنتِ حاباه، زي ما بتحبي تعملي اعمليه. برضه عندي في القناة عاملاه أكتر من مرّة، والله عاملاه بالدقة البيضا والدقة الحمرا تحفة، بجد تحفة. ادخلوا شوفوا القناة، هتدخلوا تاخدوا جولة كده هتعجبكم جدًا، فيها فيديوهات قيّمة بجد. كده اليوم ال19. اليوم ال20 هنقول صدر فرخة هنعمل بيه، أنا كنت كاتبة كفتة بس علشان أنا إيه، كنت هناك الفرخة دي ما كنتش يعني كاتباها فرخة وخلاص. هنا بقى قولي صدر الفرخة ده هنعمل بيه إيه، هنعمل بيه هاقول لكم. صدر الفرخة ده يا حبايبي يعني نُص فرخة، نُص فرخة ده ممكن تعمليه إزاي؟ أنا كنت عاملاه أكتر من مرّة برضه في القناة بكذا طريقة، مرّة عملته قطع صغيّرة مكعبات شوّحتها ببصل وفلفل وتوابل والكلام ده كلّه، وبعد كده حطيت عليه طماطم عاملاها في الخلاط، وكان عاملة لها شوية صوص كده جمال، وعاملة معاها رز. ممكن تعمليه بانيه، ممكن تعمليه ستريبس، يعني صدر الفرخة ده يا حبايبي ممكن تعملي منه أي أكلة تخطر على بالِك، يعني زي ما قُلت لكم تعمليها كده قطع مكعبات بالصوص، عاوزة تعمليها بانيه، عاوزة تعمليها ستريبس، يعني صدر الفرخة هيبقى معاكِ أكتر من حاجة، اختاري اللي أنتِ حاباه. اليوم ال21 هنعمل إيه، فاصوليا بيضا ورز، مع برضه شوية مخلل، ممكن تحمّري بطاطستين والّا حاجة، يبقى كده ده اليوم ال21. اليوم ال22 هنعمل صينية مكرونة بشاميل بربع فرخة، بربع فرخة بس، اوعي تعملي أكتر من ربع فرخة، أنا باعمل الكيلو المكرونة كامل بربع فرخة، ادخلوا شوفوه في القناة علشان برضه ما اطوّلش عليكم، لإن أنا كده هاطوّل في الفيديو، هاطوّل جامد، فأنتم هتتعبوا وهتزعلوا، فأنا باقول لكم صينية مكرونة بربع واحد من الفرخة، ادخلوا شوفوا أنا عاملاها إزاي. هنا كمان صينية بيض عيون، وشوية رز كده وشوية مخلل، أجمل أكلة، ماله يعني. هنرجع تاني ليوم ال24، 24 هتبقى برضه أكلة شعبية، زي إيه؟ يعني مثلًا ممكن أنتِ يا ستي خلّيه كده يوم اعملي طبق فول بالتوم مثلًا، إزاي بالتوم؟ يعني بتجيبي مثلًا كام فص توم تبشريهم أو تقطّعيهم وتحمّريهم، وبعد كده انزلي عليهم يا إما ب3 طماطمات والّا حاجة متقطّعين أو في الخلاط، أنتِ وراحتِك زي ما أنتِ حابة، وبعد كده بتسبّكيهم على بعض، لمّا ينشفوا خالص بتكوني أنتِ جايبة الفول تحطّيه معاه، كلّه هياخد الطعم والريحة من بعض، وبعدين تحطّي له شوية كزبرة ناشفة وشوية كمون، ما فيش أكتر من كده، وزيت ما تنسيش الزيت، وبعد كده بتهرسي كل المكونات في بعضها، وتقدّميه مع بقى إيه، بطاطساية مهروسة، مع بيض طبق بيض كده أو يعني مثلًا بالزبدة البلدي، حتّة جبنة قريش على طماطم، الحاجات دي كلّها أحلى أكلات والله، الأكلات الشعبية كتير، كتير جدًا، وعيش بقى وحاجة خضرا وخلاص، كده يبقى إيه اليوم ال24. كده يا حبايبي يوم 24 خلاص خلصنا منه، اللي هو أكلة شعبية زي ما قُلت لكم بطاطس مهروسة، نقول إيه تاني، أنا نسيت أنا قُلت لكم إيه أصلًا، خلاص خلّينا في 25. هنقول هنجيب نُص كيلو لحمة مفرومة هنعمله كفتة، ماشي،
يعني أنا شُفتوا عاملة لكم زي ما قُلت لكم كل حاجة منظمة ورا بعضيها، يعني أنا مريحاكِ لو كتبتِ ورايا والله هتريحي نفسِك، مش هتفكّري. نُص مفروم هنعمله إيه، كفتة، يبقى كده ده اليوم ال25. هنقول بقى اليوم ال26 برضه هنعمل فيه رِنجة مثلًا ومقليات. إيه بقى المقليات، برضه زي ما قُلت لكم، هتقلي بتنجان، هتعملي طعمية مثلًا، ربع كيلو فول والّا حاجة هتعملي بيه، هتنقعيه كده من بالليل وتصبحي كده الصبح تعمليه طعمية في الكبة أو في الخلاط. أنا عاملاه برضه في القناة، حتى لو عندِك كبة ضعيفة أو خلاط مش قوي هتعمليها. هتعملي جنبها مثلًا البتنجان لو مش عايزة تقليه، ممكن تسلقيه وتعملي يعني تحدّقيه بالدقة، شوية زيت، هيبقى جميل جدًا. ممكن برضه هتجيبي يعني مثلًا بتنجانية كده وتعمليها تشويها، تعمليها بابا غنوج، برضه جبنة على طماطم، لو يا سلام لو جبنة قديمة كمان تبقى جميلة جدًا. هتقولوا الجبنة إيه جابها جنب الرنجة، زي اللي إيه اللي جاب القلعة جنب البحر، عادي برضه مش هتفرق. الأكلات دي والله جميلة جدًا، لمّا تجيبي جبنة قديمة كده تقطّعي عليها طماطم وشوية حبة البركة وشوية زيت وقرن فلفل حامي على بارد، وجرّبي يا ستي الأكلة دي جميلة جدًا أصلًا مش محتاجة لو جبتِ أصلًا قطعة جبنة قديمة وعملتيها كده، بجد والله جميلة جدًا، على معلقة طحينة. الحاجات دي فعلًا يعني أكل كده بيفرق معانا فعلًا. بعد الرنجة والمقليات زي ما قُلت لكم هنقول اليوم ال27 كبدة فراخ هنعملها كبدة اسكندراني. الكبدة طبعًا اللي هي الحيواني غالية، اللي بتبقى عند الجزار. إحنا طبعًا عاوزين نعمل كبدة اسكندراني ماشي هنجيبها وهنعملها، وأنا عاملاها برضه من كبدة الفراخ أكتر من مرّة. ادخلوا بس جرّبوا والله بنفس الطريقة، أنا باحاول أعمل طرق كتير اقتصادية علشان إخواتنا اللي في القناة، علشان فعلًا الواحد بيحس بالناس في الوقت يعني اللي إحنا فيه. الولاد دايمًا بيبقوا عاوزين أكل معيّن، وفي ناس مش عندها مقدرة. والله يا حبايبي أنا عاملة القناة دي يعني مبنية على التوفير علشانكم أنتم. أنا بالنسبة لي إحنا بنحاول نفيد بعضينا، يعني أنا عاملة القناة دي أول ما فكّرت فيها أنا حاطة في دماغي إن لازم يكون فيها حاجة عن التوفير، علشان كده أنا يعني باحاول إن أنا أعمل لكم يعني كل اللي أقدر عليه بالنسبة للتوفير. يعني علشان كده والله أنا باضغط على نفسي في حاجات كتير علشان إن أنا أوفّر ليكم وأفيد إخواتنا وحبايبنا اللي في القناة، الناس اللي فعلًا عايزة بيتها يبقى مستور وتعيش. أمّا الناس بقى اللي بتتنمر علينا دي بقى هي حرة، تمشي زي ما هي حابة براحتها. فعلشان كده أنا باقول لكم على الطرق الاقتصادية دي والله حاجة مفيدة فعلًا، مفيدة لينا وللجميع. فليه نضيّع الفرصة ونضيّع فلوسنا ونضيّع وقتنا ونضيّع كل حاجة؟ بُصّوا يا حبايبي، كبدة الفراخ والله جميلة لمّا بتجيبيها كده طازة لسه فريش زي ما هي كده، ما تجيبيهاش مجمدة برضه لإن أو مجمدة مش حابة أنا الكلام ده خالص. أصل كبدة فراخ، إزاي إنها كبدة فراخ وأروح كمان أجيبها مجمدة؟ هي مش وحشة ولا حاجة، طب بالعكس والله طعمها جميل جدًا. أنا عن نفسي باحب الفراخ كبدة الفراخ أكتر من الكبدة اللي هي بتاع الجزار. فعلشان كده أنا باقول لكم إحنا نفسنا ناكل كبدة اسكندراني هنجيبها وهنعملها بس بكبدة الفراخ. بعد كبدة الفراخ طبعًا اللي عملناها كبدة اسكندراني هنجيب سمك لو حابين، برضه السمك اختياري، ممكن تبدّلي مكان السمك لو خلاص إحنا بقينا في آخر الشهر، بقينا في آخر الشهر خلاص اللي هو اليوم 28. لو أنتِ حابة تبدّلي الأكلة دي بس أنا والله مدخّلة لكم أكلات يعني باحاول إن يعني إيه، تبقى أكلات كلّها مفيدة ومن غير حرمان. فاهمين إزاي؟ يعني دلوقتي أنا قُلت سمك واختياري ليكم، يعني اختياري براحتكم، حابين تعملوا اليوم ال28 ده سمك ماشي، مش حابين خلاص بدّلوه بأي حاجة من الأكلات اللي هي المكتوبة قبل كده، أو أي أكلة في دماغكم أو أنتم مثلًا حاجة جات كده في دماغكم عايزين تعملوها، أو نِفْسِك تعملي أكلة تانية تغيّري اعمليها. دي طبعًا اللي هي أكلة 28 اللي هي السمك، اعمليه مشوي، اعمليه برضه زي ما تحبّي. اليوم بقى اللي هو ال29 كده، يعني اليوم ال29 هنقول بامية ومقليات. طبعًا البامية يعني هنقول مش موسمها ما فيش مشكلة، بس متوفّرة برضه، يعني إحنا ممكن نكون بنخزّن، في ناس بتخزّن البامية، في ناس بتفرّزها وبتحفظها في الفريزر يعني. فطبعًا علشان كده يعني البامية اعتبر إن هي موجودة على طول سواء عندِك سواء في السوبر ماركت موجودة. فقولي مثلًا نُص كيلو بامية هنعمله قطعة دهن كده حلوة، أنا عاملاها أكتر من مرّة برضه. يعني بتعملي قطعة دهن بتقطّعيها كده في الحلة وبعدين تحطّي عليها شوية زيت
وبعد كده بتحطي عليها البصل وعليه مثلًا فصين 3 توم، وبتحمّريه تحمير خفيف، يعني يبقى لونه دهبي كده، وبعد كده بتنزلي عليها بالطماطم تتسبّك نُص تسبيكة، ما تسبّكيهاش وتنشّفيها، وبعد كده بتنزلي بالبامية، وبعد كده بتزوّديها حتى لو ما عندكيش شوربة تبقى جميلة. هاقول لِك إزاي، بتزوّدي البامية بمَيّة، شُفتِ بقى لدرجة إيه، بتزوّدي البامية بالمَيّة، وبعدين لمّا بتغلي وتقرّب تستوي تكوني أنتِ حاطة لها ملحها وتوابلها، وبعدين تحطي لها مكعب برضه ماجي أو مرقة دجاج اللي أنتِ بتستعمليه. ف بعد كده طبعًا بتسيبيها تستوى بقى كده خلاص، برضه حابة تقلي جنبها أو تحمّري جنبها بطاطس، حابة تحمّري بتنجان. بصراحة البامية لمّا باعملها في الأيام اللي بتبقى فيها، البتنجان اللي هو البنفسجي ده أحلى بتنجان لمّا تجيبيه وتسلقيه وتحدّيه بالدقة وشوية زيت، والله أحلى أكلة، جرّبيه بس كده مع البامية، أكلة جميلة جدًا، شوية مخلل وتمام كده. اليوم ال30 بقى يا حبايبي عملنا شكشوكة، وعملنا بطاطس مقلية أو مهروسة، وبتنجان مقلي أو بابا غنوج، وفول بالخضار. إحنا المرّة اللي فاتت عملنا الفول بالتوم، بقى هاقول لكم هتعملوه إزاي. بتجيبي طماطم وتجيبي فلفل حامي وبارد، بتقطّعيه وتحطّي عليه شوية زيت وربع كوباية مَيّة وتحطّيه لحد الطماطم والفلفل ما بينزّلوا السوائل اللي فيهم ويستووا كويس، بتنزلي عليهم بالفول يتغلي مع بعضه غلوة كويسة، وبعد كده طبعًا بتحطّي له شوية ملح وشوية شطة، بس ما فيش أكتر من كده. وبعدين اهرسي الفول كويس، يا إما اضربي المكونات دي كلّها ببعضها في الخلاط وريّحي دماغِك، أحلى فول هتعمليه. لمّا تحطّي شوية فول، طبق فول مثلًا، هتحطّيه في الخلاط معاه قرنين فلفل حامي وبارد وطماطمتين، هيطلّعوا معاكِ ييجي 3 أطباق، هتعمليهم مع الشكشوكة والبطاطس المقلية أو بطاطس مهروسة اللي أنتِ حاباه، وشوية مخلل وحاجة خضرا، أحلى غدا. وده كان اليوم ال30 وخلّصنا كده يا حبايبي المنيو بتاعنا النهارده، كان عبارة عن تشكيلة أكلات كلّها متنوعة، ما فيش أكلة زي التانية بصراحة، وكلّها أكلات شرحنا في الفيديو إزاي تعملي الأكلات دي كلّها بطريقة موفّرة وطريقة اقتصادية. فخلاص خلّصنا يا حبايب قلبي، الفيديو بتاعنا خلاص كده خلص. ما تنسوش بقى يا حبايب قلبي لايك للفيديو واشتراك في القناة، وما تنسوش بالله عليكم تصلّوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.